ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي بعد انتهاء المسلسل 15 حلقة أو 16 أيا كان يعني بس هنتكلم عليهم. أقول لكم رأيي فيهم سواء المسلسل دي عجبتني ما عجبتنيش، الرانكينج بتاعهم هنعرفه وهنشوفه مع بعض. بس طبعا قبل ما نبتدي يا ريت يا جماعة نعرف ده رأيي الشخصي، وده سواء مسلسلات أنت شايف إنها حلوة أو مش حلوة، ده وجهة نظري في الأول وفي الآخر، وأنا مهتم جدا أعرف وجهة نظركم في الموضوع ده. بس يا ريت آه، قبل ما نبدأ يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشترك على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وميفول على تيك توك. يلا بينا بقى نعرف ايه رأيك في المسلسلات. في مسلسل نعمة الأفوكاتو 16 حلقة، قصته باختصار بتدور عن واحدة عمية شاطرة وبتقف قدام أي حد، يعني اللي هو إيه، بتكسب قضية ومغمضة وحاجات كده يعني، لحد ما بتحصل حدث. الحدث المهم ده إن هي بتكتشف إن جوزها متجوز عليها، فبتروح عشان تواجهه. بتحصل خناقة كبيرة فبتتضرب على إنها ماتت وبتدفن، بعدين بتصحى بنعرف إنها ما ماتتش، إن هي لسه عايشة، فبترجع تنتقم من جوزها ومن مراته. عشان نشوف المسلسل هيروح بينا على فين، فيا ترى الموضوع يمشي إزاي وإيه اللي هيحصل. تمام. مسلسل نعمل افوكاتو هو يعتبر مسلسل سسبنس، يعني مش هقول لكم جريمه قوي بس هو سسبنس من انواع الكوميدي، وللاسف لاول مره مسلسل ككوميدي مش خفيف خالص يعني. في ناس بتتكلم كتير على الحكايه دي ان المسلسل ككوميدي ما بيضحكش ومش لذيذ، وعلى فكره انا وافقكم جدا، المسلسل ما بيضحكش. يعني عمر زمان مش خفيف ان هي تعمل كوميدي، وحتى المواقف اللي هي كانت فيها هي ممكن تبقى مواقف لذيذه وكده، بس هي ما ينفعش تقول نكت، يعني الموضوع مش لايق عليه. انا حاسس كده من وجهة نظري، في ناس طبعا ممكن توافق وتختلف معايا في الحته دي، بس انا بتكلم من وجهة نظري. المسلسل بشكل عام كان حلو في اوله، بس في اخره باظ تقريبا. كان بيبتدي بحته اللي احنا شفنا المحاميه والشطره واللي مش عارف ايه، مشينا شويه لقينا في احداث بتحصل. يعني لقيت جوزها، يعني عارف عنها واحده بتروح وبتواجهه وبتضرب وبتموت وبترجع والحاجات دي كلها. كل ده حصل في حلقه. نتكلم المسلسل لحد مثلا الحلقه الثامنه او التاسعه كان ماشي حلو على فكره، بس بعديها بقى من بعد الحلقه التاسعه لحد الحلقه ال 16 حرفيا المسلسل فيه منطق كتير. مش هقول لكم ما حصلش حاجه، اكيد في حاجات حصلت، بس الحاجات اللي بتحصل مش حاجات مثيره للاهتمام، مش حاجات انت كمشاهد تبقى قاعد مستني المسلسل كل يوم عشان تتفرج عليها. انا بشوف كده من وجهه نظري يعني. اكيد في ناس كانت بتحب المسلسل وعاجبها وشايفاه احسن مسلسل في رمضان، براحتكم يا جماعه، بس انا شايف وجهه نظري ان ده مش مسلسل اللي انا كنت حاطط عليه اكسبكتيشنز بتاعت المسلسل ده. اخراج محمد سامي، يعني محمد سامي زي ما انتم عارفين مخرج من المخرجين اللي بيعرفوا يعملوا احداث مشوقه للناس انها تتفرج على المسلسل الحلقات الاولى لحد ويشدهم لحد الحلقه الاخيره. وعاده يعني مش بيبقى فيه منطق في المسلسلات اللي هو بيعملها باستثناء اغراب يعني. بس عموما المسلسل ده لاول مره احس ان فيه احس ان فيه مشاهد ملهاش لازمه، ميلو دراما كتير وناس عماله تعيط كده وحاجات موجوده، بس احنا كنا بنعديها عشان كان في حاجات في الجنب كنا بننبسط منها. كان في قفلات كده في انجز مشوقه للحلقه اللي بعديها، كان في موسيقى حلوه قوي، كان في تصوير جميل، ديكور رائع، كان في تمثيل من الممثلين كانوا عاملين عليهم زياده. لكن في المسلسل ده يعني تحس ان الموضوع مش راكب على بعض. الممثلين كلهم عاملين ادوار جامده، يعني لو هي عمر بس الوحيده اللي تحس انها ممكن تكون اجتهدت في الدور، بس برضه ادائها مش اللي هو واو يعني. بقيه الممثلين كلهم ادائهم عادي، يعني احمد زاهر يمكن يكون برضه قليلين اللي حاولوا يعملوا حاجه، بس برضه دوره نسخه طبق الاصل عن دوره في مسلسل البرنس. مروه جوده ما كانتش عامله احسن حاجه في المسلسل. بس عموما مسلسل لو انت حابب تشوفه يعني او شفته يا ريت تقول لي رأيك. يعني انا ده وجهه نظري في الاول وفي الاخر. تقييم المسلسل هو 6 من 10. المسلسل كان ممكن لو كمل من الحلقه الثامنه ل 16 برتم ثابت، بل بالعكس عالي كمان، كنت ممكن اديه 9 و10. مسلسل اعلى نسبه مشاهده من المسلسلات اللي فاجئتني. المسلسل ده بجد يعني قبل ما ينزل المسلسل كنت بشوف له تريلرز وبوسترز وحاجات كتيره، وللاسف انا ما كنتش متشوق للمسلسل ده خالص. بس لما شفته لما اتعرض، بجد يا جماعه المسلسل ده واحد من المسلسلات الحلوه قوي اللي اتعرضت السنه دي بجد.
ناقش قضية مهمة جدا. وقصته باختصار عن ايه؟ اتنين اخوات، واحدة نفسها تبقى مشهورة والتانية مش مهمة أوي في موضوع الشهرة، أو مش اللي هي بتدور على النجومية والحاجات دي كلها، بس بتضطر إن هي تروح في سكة موضوع إن هي تعمل فيديوهات على التيك توك والحاجات دي عشان تجيب فلوس عشان تساعد أهلها. التانية تقول إنها بتحقد عليها شوية، هي أختها بس يعني بيبقى في شوية حقد، وبنشوف اللي بيحصل لها لحد ما تروح السجن بسبب موضوع إن هي تعمل فيديوهات على التيك توك. موضوع مهم، موضوع واقعي جدا، بيوريك كل التصرفات بتاعت الشخصيات الواقعية بشكل مش طبيعي. نهاية المسلسل مش اللي هو خلاص يا جماعة سامحها اديها فرصة تانية والموضوع خلاص عدى، يا جماعة اتحبست، حياتها راحت، مستقبلها ضاع. اللي هو مسلسل مأساوي من الآخر. شايف إن المسلسل بجد قد إيه الواقعية الشديدة. بحب أدي كريدت كبير للمخرجة ياسمين أحمد، كانت عاملة شغل رائع في المسلسل. مؤلفة برضه سمر طاهر على الواقعية الشديدة، السيناريو والحوار المسلسل. الممثلين كلهم كانوا رائعين، سلمى مبروك كان تمثيلها حلو جدا وعاجبني اختياراتها في الفترة الأخيرة. كل مسلسل بيبقى أحلى من التاني. ليلى أحمد زاهر لأول مرة أحس إن هي بتمثل حلو، صار عاملة دور جميل جدا وعاجبني أوي إن هي في السيزون ده واخدة شغل حلو جدا في المسلسلات. محمد محمود أحسن حد في المسلسل كله ودوره حرفيا رائع. يعني فكرة إن هو الأب بيتعصب لما بيتضايق ومبروك أو سبيتش اللي قالها في آخر حلقة دي حاجة روعة. مسلسل بجد يعني جميل جدا. فأنا شايف المسلسل ده تقييمي ليه هو 9/10. مسلسل رائع حلو أوي، أنصحك بيه مشفتوش، وأتمنى لو أنت شفته تقول لي تقييمك للمسلسل وعجبك ولا ما عجبكش، لو ما عجبكش ليه، لو عجبك ليه. طبعا في سلبيات في المسلسل بس أنا مش عايز أقف عندها كتير لأن بجد الإيجابيات كانت كتيرة جدا. صاحب بجد يا جماعة المسلسل لما نزل واتفرجت على أول حلقتين المسلسل كان عاجبني جدا. مرت الحلقات ومرت الحلقات لحد ما جينا مثلا الحلقة العاشرة والتلاتاشر ولحد ما المسلسل خلص. المسلسل حلو على فكرة وبيناقش قضية مهمة، بس كان ممكن يبقى أحلى. بس قصته عن إيه؟ قصته عن راجل دكتور شغال في مستشفى. في واحدة كان بيحبها زمان، بيكتشف إن هي بجد كانت مسافرة ورجعت وبيشوفها وحاجات كده. فمراته كانت المفروض حمل وبتولد، فبتحصل حادثة، فالحادثة دي بتخلي الجنين يموت وإن هي مش هينفع تخلف تاني، فبيضطر إن هو يقوم بموضوع تأجيل الرحم عشان يبقى بيكون موضوع جديد على فكرة الدراما شوية ما اتناقش تقريبا قبل كده، ودي قضية يعني ممكن تبقى مهمة يعني. بس اللي بتكلم فيه إن تمثيل نصار مثلا كان رائع، يسرا يوسف كان تمثيلها حلو، فنانة اسمها ويادين. مشكلتي في المسلسل هو الإخراج والتصوير والموسيقى والحاجات اللي هي في التأليف وكده. حاسس المسلسل ده لو كان الموضوع ده اتعمل فيه أحسن من كده كان ممكن يبقى في مرتبة تانية. بس عموما المسلسل حلو وعجبني. تقييمي للمسلسل من وجهة نظري طبعا هو 7/10. مسلسل حلو وجميل بالريتد شوية، فأنا أنصح إن أنت تتفرج عليه لو أنت عندك وقت يعني تتفرج عليه، يبقى اتفرج عليه حتى لو بعد رمضان. مسلسل 15 حلقة وحلو الصراحة. ولكم مسلسل وراه على طول 90 واحد من المسلسلات الممتعة اللي عجبتني، اللي كان ممكن برضه يبقى أحسن وأحسن بكتير لو كان اتعمل بشكل أفضل، وهو مسلسل مسار إجباري. مسار إجباري بيحكي عن ولدين، واحد الأم والتاني الأم وليه عيلة تانية، اكتشفوا إن هم إخوات، إن هم يتحدوا عشان أبوهم كان متورط في جريمة قتل، وعايزين يثبتوا إن هو كان مظلوم أو هو كان بريء أو حاجة زي كده يعني. وبنشوف رحلتهم في الحكاية، بنتكلم على حتة الجريمة وبنتكلم على حتة الإنسانيات. حتة الجريمة والإنسانيات كانت معمولة، يعني الإنسانيات كانت معمولة حلو، الجريمة كانت معمولة كويس، بس أنا كنت حاسس لو ركزنا في الجريمة الموضوع كان يبقى أحسن، بالذات إن هي كوميرشال أكتر وحاجة يعني بتخلي ممكن توصل لعدد أكبر من الناس، دي كانت هتبقى حاجة أفضل بكتير. بس بالنسبة لي المسلسل حلو وعجبني وكل حاجة، بس أنا شايف إن كان في النص نقط كان ممكن نستغني عنه خالص. كان ممكن المسلسل بدل ما يبقى 15 حلقة يبقى 10 حلقات مثلا، يبقى 8 حلقات، كان يبقى مسلسل حلو قوي. ويا سلام لو كنا ركزنا على حتة الجريمة أكتر من الإنسانيات، الموضوع يبقى أحسن بكتير. عصام عمر وأحمد داش عاملين شغل حلو فيه، وصابرين وبسمع عاملين أدوار حلوة في المسلسل، وطبعا الشامي وممثلين كتير عاملين أدوار حلوة. وجهة نظري يعني، والتصوير والموسيقى والحاجات دي كلها كانت حلوة جدا. تقييم المسلسل هو برضه 7/10. مسلسل حلو وعجبني، كان ممكن يبقى أحلى بكتير لو كان
الصراحة. واحد من المسلسلات اللي بتصنف من الناس طبعا هو أفضل مسلسل في رمضان، مسلسل أشغال شقة. بيحكي عن زوجين بيخلفوا قرروا إن هم يجيبوا مربية. المربية دي طبعا بتقعد معاهم. طبعا بنشوف في الحكاية دي حلقتين بيبقى فيه مربية بشكل مختلف، يعني ممكن تلاقي واحدة مشوشة قوي مهتمة بموضوع النظافة اللي عابدين مثلا، أو واحدة شكلها زي انتصار في موضوع اللي هي كل ما حد يطلب منها حاجة تجيب له حاجة تانية. ثالثة بتحسب الموضوع بالورقة والقلم زي انتوا أفلام. اللي كانت حلقات ما كانتش دمها خفيف قوي بس كانت لذيذة، حلقاتها حلوة. واحدة اللي كانت شكلها جميل المسلسل ظهرت حلقتين برضه حاجة زي كده. كان في ناس كتيرة برضه في الحلقات بشكل عام. أنا شايف إن المسلسل من وجهة نظري كان يعني كتابته كانت ذكية، كاتبينه ناس أذكياء جدا، هم عملوا مواقف مختلفة وحلوة ودمها خفيف وتخليك أنت تضحك. هو ما كانش مركز على الشخصية، كان مركز على الموقف اللي يضحك. مش مهم مين اللي يضحك، المهم الموقف اللي أنت فيه ده هو اللي يضحكك. فده يا إما هيجي من مصطفى غريب، يا من هشام ماجد، يا من أسماء جلال، يا ممكن يجي من حد تاني، حتى إيهاب يجي الضحك منه عادي. الموضوع مش متوقف على حد يعني، أو محمد عبد الناصر أو أي حد. بس مسلسل حلو وخفيف جدا بالنسبة لي، فعلا من أحلى المسلسلات اللي اتعرضت السنة دي. ويبقى مش عارف يعني، ما أظنش إن هو ممكن يجي مسلسل في النص التاني من رمضان يبقى أحلى منه. مش عارف، ممكن أتمنى على فكرة والله إن يبقى في مسلسل أحسن منه، بس دي وجهة نظري الشخصية في الأول وفي الآخر. وتقييم المسلسل هو 9/10. مسلسل لذيذ ودمه خفيف جدا. وطبعا لو أنت شفته وعجبك يا ريت تقول لي تقييمك كام للمسلسل وترتيبك ليه من وسط المسلسلات في رمضان أنت شفتها طبعا. باختصار كده يا جماعة، ده واحد من أحلى المسلسلات اللي أنت ممكن تشوفها. بجد مسلسل معتمد على حتة السسبنس، أندر ريتد جدا. ومسلسل لحظة غضب لشباب محمد شاهين وعلي قاسم، كل دول مع بعض. من طبعا إخراج عبد العزيز نجار وتأليف محمد طارق، نفس الكروب اللي عملوا حالة خاصة. المميز في المسلسل ده إيه؟ إن كل حلقة مشوقة، في أحداث بتحصل. الموضوع مش إن هو حلقة فاضية بدايتها ممكن تشدك ونهايتها بتقفل على كليف هانجر فخلاص كده تمام انا شاري المسلسل وعجبني. لا، المسلسل بيبتدي بداية حلوة تشوقك للحلقة، تبتدي جوه الحلقة تحصل أحداث تشوقك، يعني الحلقة بتروح خلصان على كليف هانجر بتشوقك للحلقة اللي بعديها، ونفس الحال من أول حلقة لآخر حلقة. مسلسل بجد يا جماعة أنا شايف هو لو أنت مشفتوش أنصحك بشدة إن أنت تشوفه. مسلسل بجد مش هقولك مفيهوش غلطة يعني والكلام ده، بجد يا جماعة أنا جيت دورت كده في المسلسل وركزت والحاجات دي بجد. المسلسل مفيش حاجة تخليك تتضايق مثلا أو تخليك تقول لا بس دي كان ممكن، لا المسلسل كله حلو. دي وجهة نظري في الأول وفي الآخر. والمسلسل قبل بس أحكي يعني أحكي لكم القصة بتاعته. واحدة متجوزة المفروض إن ده عيد ميلادها في اليوم ده، فجوزها طبعا بيبقى شخص مش مهتم أوي أو شديد شوية في العيد، يعني قبل ما يتم العيد بيحصل حدث مهم بيغير أجواء المسلسل كله، بتشقلب المسلسل كله. فايه اللي حصل وايه اللي شفناه ده اللي انت بتشوفه المسلسل ده قصدت ما اقولكوش عشان لو انت ما شفتوش تروح تتفرج عليه وتقول لي رايك. انت بالنسبه لي عايز اقول يعني احسن مسلسل في رمضان الان بقى، اتفرج عليه وقول لي رايك في الكومنت. لو انت شفته قول لي ايه رايك فيه. مش بس قبل اقول لكم على حاجه بسيطه، ان حته المسلسل كانت حلوه بس عارف انت ما شفتش المسلسل يا ريت ايه تفوت لحد هي اللي هتظهر فوق دي كمل. المسلسل كان حلو جدا. المسلسل انا انصحه تشوفوه لان نهايته كانت واقعيه قوي. فكره ان هي اتحبست وان لما ضربت محمد شاهين ما ماتش، بس برضه هي اول مره لما ضربته، بس برضه في شويه تفاصيل حلوه. لما ضربت محمد فراج طلع ان هو ما ماتش عشان الضربه، مات عشان عنده سكر، غيبوبه سكر. لما ضربت محمد شاهين قلت طب لو مات طب يعني مش معقول هيتضرب ضربه فيموت يعني. لا هو ما ماتش، هو جات له شويه كده دوخه كده ولا حاجه وصحي تاني. ماشي ده حلو، ده واقعي، ده يخليك يعجبك الموضوع اكتر. بلس كمان ان انت عندك شخصيات مهمه. يمكن يكون اللاين بتاع حسن ابو الروس ده بالنسبه لي ما كانش ليه اي 30 لازمه في المسلسل، بس عموما حطك في مود من اول حلقه لاخر حلقه. مده الحلقه لا تزيد عن 30 35 40 دقيقه. الحلقه مدتها مش طويله، حلقات خفيفه قوي. تبقى طالع من الحلقه بجد تبقى متحمس الحلقه اللي بعديها، عايز تتفرج على الحلقه اللي بعديها حالا. مسلسل بجد هيعجبك جدا. وتقييم للمسلسل هو 9/10. مسلسل حلو وجميل جدا، انصحكم تشوفوه.
تشوفوه لو انتوا ما شفتوهوش. ونروح بقى لموضوع الرانكينج. انا عمل افوكاتو مسلسل كان نفسي يبقى احسن، بس للاسف النص التاني من المسلسل احبطني بشكل كبير. رقم 5 معانا مسلسل صلة رحم. صلة رحم بيناقش قضية مهمة وقصة مهمة، لكن الإخراج والتصوير مش هقول لكم بوظوا، بس خلى المسلسل ما يبقاش أحلى حاجة، بلس كمان إن كان فيه شوية نقص. رقم 4 معانا مسلسل مسار إجباري. مسلسل حلو وجميل شبابي ممتع، بس لو كنا ركزنا في حتة الجريمة على ما أظن الموضوع كان يبقى أعلى وأعلى، ويا سلام لو كنا بلوت تويست في الموضوع كان يبقى أحلى بكتير. نروح لرقم 3 وعلى نجم المشاهدة، مسلسل فاجئني جدا، مفاجأة رمضان بالنسبة لي. مسلسل حلو قوي وكان واقعي بشكل كبير جدا. الكرو شابوه بجد ليهم، عملوا شغل رائع جدا. رقم 2 معانا مسلسل أشغال شقة. مسلسل دمه خفيف وكوميدي وبيضحك، أفضل مسلسل كوميدي في رمضان ده أكيد بلا منازع، وأنصحكم تشوفوه لو أنتم مشفتوش. لو أنت شفته يا ريت تقول لي رأيك في الكومنتس تحت. ورقم 1 وأفضل مسلسل بالنسبة لي هو مسلسل لحظة غضب. المسلسل اللي بجد مش هقول لكم ما فيهوش غلطة، بس بجد المسلسل ده أنصحك بشدة لو أنت ما بتشوفش مسلسلات في رمضان اتفرج على المسلسل ده، هيعجبك جدا. وفي الآخر يا ريت لو عجبك الرانكينج وعجبك كل ده وعجبك يعني الفيديو بشكل عام، يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل.